مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم ام سلامه للطبخ والحلويات. اليوم على بركه الله راح نشوفوا طاجين تاع لوبيا ماشطو بمرق حمراء، مرقه حمراء يعني بلحم الخروف. واش نقول لكم، جات روعه. المرقه ايضا ثقيله وخاثره وكما هكذا يعني اللوبيا طايبه، لحم طايب. راح تجي واحد البنة ما شاء الله. كم عارفين لوبيا ماشطو بنتها باللحم، يعني بتكون باللحم الخروف ولا بقري، ولكن انا درتها بلحم الخروف. وش نقولكم، جات روعة. تبعوا معايا الفيديو للاخير، راح تشوفوا كل تفاصيل هاد الوصفة، يعني تاع طاجين لوبيا ماشطو. بسم الله على بركة الله. أول شيء نقيت اللوبيا هذه ويعني وشللتها 2 خطرات ولا 3. ومن بعد درتها في قدرها ولا طاجين، فورتها يعني غليتها واحد 2 غليات. كي بدات تغلي 2 غليات ورفتها، يعني ما خليتهاش طيب بزاف باش تنحى هذيك يعني المرقه ما تجيناش كحله، هذيك الكحوليه ويدخلها طياب كيما هكذا. يعني درتها 2 غليات ونحيتها. نروحوا المقادير. هذه الوصفة عندنا لحم الخروف ولا بقري، يعني 3 حبات طماطم، 4 حبات بصل انا درتهم صغار، يعني وإذا كانت حبة كبيرة حبة، 2 سنات ثوم. التوابل عندنا عكري، كركم، فلفل اسود والملح. ملعقة كبيرة طماطم مصبرة وملعقة سمن وشوية زيت. اول شيء حطيت هنا السمن مع المارغرين، ديروا شويه شويه ولا سمن وحده ولا مارغرين، شويه تاع الزيت. وحطيت هذيك الطروفه تاع اللحم هما الوالا يتقلاو في هاد الزبده والزيت. من بعد باش نبدا الطياب تاعي ونبدا التوابل تاوعي، يعني قبل نقلو اللحم في هذاك الزيت باش يجينا اللحم بنين. وانا كثرت هنا طروفه تاع اللحم، يعني لانه درت لوبيا ماشطو درت اكثر من كيلو، وكان خويا جاي يتعشى عندي، على هذه انا كثرت يعني المقادير، وانتوما نقصوا المقادير. يعني كيما هكذا قليت هذا اللحم. من بعد رفدته، يعني هذاك الزيت تاعو خليتها باش نزيد نحمص فيها اللوبيا ماشطو. رفدت كاع هذوك لي مغصو تاع اللحم اللي كنت قليتهم، ما درت فيه والو، يعني غير شويه سمن ولابيل والزيت. من بعد جبت هذيك اللوبيا ماشطو، يعني حطيتها في هذا الليدام يعني اللي قليت فيه اللحم. باش علاش؟ باش اللوبيا تجي بنينه، يعني ما نقدروش نديروها لوبيا ديريكتومون في الطاجين يعني نطيبوها راح تجي صامته، ولكن هذه الطريقه تجي بنينه. واش نقول لكم، ذريت لها شويه من الفوق بالملح وقليتها هي تاني في هذاك الليدام يعني تاع اللحم والزبده والزيت كيما هكذا. راح تذبل شويه وتتقلى تتحمص، يعني خيما نحمصوها وحدها في زبده، انا حمصتها في الليدام تاع اللحم. من بعد رحت رابيت هذيك التومات، يعني 3 سنات ولا تاع الثوم ولا 2 سنات تاع الثوم، لان اللوبيا ماشطو معروفه تاني بالثوم، يعني هكا سنينه ولا 2 سنات تعطينا ذوق رائع. ومن الافضل ديروها هنا مع هاد الليدام باش يعني يتقلى هذاك الثوم مع الليدام ويعطونا ذوق بنين للوبيا ماشطو تاعنا. من بعد كي قليتهم مليح حسيتها بلي تقلات ويعني ذبالت شويه، عاودت رفدتها. علاش؟ لانه باش نعاود نرجع اللحم نحطه من تحت باش يطيب. اللحم هنا ما طابش، كنا غير مقلينه. حطيت التوابل فوق اللحم تاعنا تاني، قليت شويه هذوك التوابل، وحطيت ملعقه كبيره طماطم مصبره. ميم طماطم مصبره كي تتقلى راح تجي بنينه وما تجيش المرق يعني تاعنا قارصه. هادو كاع يحطوهم في التقليه، نقلو مليح
كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. من بعد قطعت هذوك البصلات الصغار اللي شفتوني حطيتهم، ولا بصله حبه كبيره قطعوها الى قطع كيما هكذا، يعني مترابوش، قطعوا قطع كيما هكذا وقلوها شويه مع داك اللحم، ومن بعد نمرقوه بالماء سخون، يعني الماء يكون غالي نمرقوا به. انا هنا شفت خصني شويه ماء، يعني زدت، ما تكتروش الماء لانه لوبيا ماشطو ما تشربش الماء، ديروها في بالكم باللي لوبيا ماشطو ما تشربش الماء، يعني كميه تاع المرق اللي راح ديروه مش راح تنقص، راح تقعد هو غير ما تكتروش يعني الماء باش ما تجيكمش المرقه صامته. من بعد حطيت من الفوق هاد اللوبيا ماشطو كما شفتوني في التقليه، يعني درت عليها الملح باش ما تجيش صامته. وهنا حطيت حبه طماطم كبيره، انا درت 3 صغار ولا حبه كبيره، قطعوهم الى قطع وغلقوا عليهم لا كوكوط. من بعد انا كي طابت رميت عليها 2 حبات بطاطا متوسطين. علاش البطاطا؟ ان جداتي الله يرحمها، يعني جدتي انا تلمسانيه ربي يرحمها ويسعها ليها، ام والدي، يعني جدتي ام الوالد تاعي الله يرحمه، كانت تقولنا دائما المرق ديروه لي حبه، يا لو كان حبه بطاطا. قلت لها جدتي، قلت لها يما علاه؟ قالت لي باش هذاك اليدام تشربوا البطاطا، يعني شتو اليدام اللي يقعد من الفوق، يعني كي ديري هذيك الحبه تاع البطاطا سبحان الله العظيم كاع ما يبقاش حاجه تاع اليدام، يعني تجي المرق بنين وتجي خاتره، واليدام هذاك ما تجيش مقهومه. ديت عليها، يعني كنت صغيره، جدتي الله يرحمها ماتت صغيره، ديت عليها هذه الفكره. على قلت لكم الناس تاع بكري يعرفوا خير من تاع درك، يعني اي وحده تكون يعني مرا كبيره في الدار ماذا بيها تدي نصائح تاعها. انا والله العظيم يعني نبغي الكبير، نبغي اصلا نقعد مع الكبارات، يعني ندو منهم عبر، ندو منهم نصائح، ندو منهم تجربه. الله ربي يرحمهم ان شاء الله هاد الكبار اللي توفاو، وربي ثاني هادو اللي راهم عايشين ربي يطولهم في عمرهم ويخليهم لنا لينا بركه ان شاء الله يا ربي. هذا هو الغمسه تاعنا تاع نهار اليوم، طاجين لوبيا ماشطو باللحم الخروف. شوفوا المرقه تاعها خاتره وجات واش نقول لك بنينه. كما قلت لكم اليوم جا الاخ تاعي يتعشى عندي، والله تعصى عجبته، قال لي حتى اليوم حسيت روحي واه كليت، لانه فيها البطاطا كترت اللحم يعني، ودرت هذاك يعني الطماطم والبصل، راح مدلنا بنه هايله لهذا الطاجين تاعنا. وراس حار، انا في طبسيه درت راس حار، الله الله راكم تعرفوا احنا نسان نحبوا الحار. سلطه خفيفه يعني المشروبات، وشهيتكم في الجنه. هذا هو يعني الطبق تاع نهار اليوم، طاب روعه، اللوبيا مشطو بنينه، يعني اللحم طايب، واش نقول لكم. ودرك لحقت نهايه فيديو، ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله هذا الفيديو نال اعجابكم. ما تنساونيش خواتاتي بجام والاشتراك اللي مازال ما اشتركتش، وشكرا.